Oh
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، إن وقع أحد في فخ الخطيئة فاصلحوه لأنتم الروحيين بروح الوداع، وحذار أنت من نفسك لئلا تجرب أنت أيضا، ليحمل بعضكم أثقال بعض وأتموا هكذا العمل بشريعة المسيح. فإن ظن أحد أنه شيء مع أنه ليس بشيء فقد خدع نفسه. فلينظر كل واحد في عمله هو، ويكون افتخاره حينئذ بما يخصه من أعماله فحسبه، لا بالنظر إلى أعمال غيره، فإن كل واحد يحمل حله. فليشرك من يتعلم كلمة الله ومعلمه في جميع خيراته، لا تضل، فإن الله لا يسخر منه، فإنما يحصد الإنسان ما يزرع. فمن زرع لجسده حصد من الجسد الفساد، ومن زرع للروح حصد من الروح الحياة الأبدية. فلنعمل الخير ولا نمل، فنحصد في الأواني إن لم نكل. فما دامت لنا الفرصة إذن فلنصنع الخير إلى جميع الناس، ولا سيما إلى إخوتنا في الإيمان. انظروا ما أكبر الحروف التي أخطها لكم بيدي. إن أولئك الذين يريدون تبييض وجوههم في الأمور البشرية هم الذين يلزمون الختان، وما ذاك إلا ليحملوا الاضطهاد في سبيل صليب المسيح. فإن المختتنين أنفسهم لا يحفظون الشريعة، ولكنهم يريدون أن تختتنوا ليفاخروا بجسدكم، والتسبيح لله دائما. هاليلويا هاليلويا. Zarați-mi
քաղաքներեն շուրջը հավաքվեցավ, Հիսուս արագոտսավ, սերմանով ելավ սերմ ցանելու ժամանակ հատիկները կանչապի եզերքը, ոտքի գոխան եղավ նրան, և երկնքի թրջունները բոլորը կերան։ Ուրիշ հատիկներ կան ավարաժի վրա, ուզան և ճորցան, որովհետև հույս չկար։ Ուրիշ հատիկներ կան ուշերու մեջ, և միասին աճելով, ուշերը խեղդեցին ծանոթ։ Ուրիշ հատիկներ ալինգան բարած հողի մեջ, ուզան և հայրաբատիկ արդյունի դվին, Հիսուս հետո բարձրացայր ագեց, ով որական չունի լսելու թող լսեր։ Աշակերտները խնդրեցին ասարակի մեկնությունը, Հիսուս սավանոց, ձեզի դրված է գիտնալ Աստծո արքայության խորհուրդները, մինչ Մույսերովյան արակներ ունի, որպես իրականանա մարգարեությունը, պիտի նայի առանց տեսնելու, պիտի լսեր առանց հասկնալու։ فصل الشريف ببشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. فسأله تلاميذه ما معنى هذا المثل فقال لهم: أما أنتم فقد أنعم عليكم بالاطلاع على أسرار الملكوت الله، وأما غيركم فتضرب لهم فيها الأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وإليكم مغزى المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فيذهب بذاك الكلام من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين إذ سمعوا ذاك الكلام تلقوه فرحين، ولكن لا أصل لهم، فإنما يؤمنون إلى حين، وعند التجربة يرتدون. والذي وقع في الشوك يمثل أولئك الذين يسمعون ثم يذهبون، فيكون لهم من الهموم والغنى وملذات الحياة الدنيا ما يخلقهم، فلا يدرك لهم ثمرا. وأما الذي في الأرض الطيبة فيمثل الذين يسمعون ذاك الكلام بقلب طيب كريم ويحفظونه فيثمرون بثباتهم، والمجد لله دائما. مرحوم الجامع نقدم هذه الذبيحة الإلهية راحة لنفس الأمة جامعة خاج واشينا. كما نقدم أيضا على نية الأب فاطمة الشناك، والدته مبارك الشناك، والدته وردة غزال، إخوانه بشير إبراهيم وزوجته سيرانوش، وغوص أخته حياة، وزوجها الورقيس، وزوجة أخيه سميرة، وابن عمه فيكور إبراهيم، كيبورك عفة وزوجته وأولادهم داود وجاكين ونبيل سمير، وزوجته ابنتهم ماري، مانيل مانو، إبراهيم يونان، سيروك ميشيل،
باسل وهانيس وزوجته، أسماء سيروف وأولادهم آغوغ، وهانيس وزوجته خاتون، مارغريان وابنتهم أراهيل، إلياس لولو وزوجته وأولادهم سفر وأيوب وميخائيل وزهورة ويوسف وعيسى وزوجته مجنى درو. طبعا نحن بالعادة أول جمال يصير بمناسبة 13 و15 على روح المرحومة جانيت، اللي مثل ما سمعت تعبت كثير بحياتها، ربنا يرحمها يسكنها ملكوته السماوي ويتمجد اسم الرب ونشكر الرب ونحمده انه ما راحت بلا مناوله. ابونا بيقول ناولها وزاره بالبيت على علمي، وزاره كمان بالمشفى. نشكر كثير ابونا كريكور اللي ما يضيع ولا فرصه ولا لحظه لخدمه الرعايه. كمان نشكر المسلمين الرضا اللي شاركنا امبارح بالدفنه واليوم كمان بالجناز. جزيل الشكر للكل اللي عم بيصوروني، بيصوروا الوعظه، بيصوروا الجناز والدفنه. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فبكثره رحمتك ادخل بيتك يا رب. اليوم كانت رساله بولس الرسول لاهل غلاطيا الفصل 6. بولس الرسول ينبهنا على شغله كثير مهمه، وكانه عم يطلب منا الحكمه في عمل الخير او في عمل الرحمه. يقول نفعل الخير مع الجميع ولا سيما اهل الايمان. نفعل الخير مع الجميع ولا سيما اهل الايمان. هلا نفعل الخير مع الجميع لحالها هاي من وصايا ربنا اللي هو يعطينا كل شيء لكل العالم. هاي العناية العامة، يشرق شمسه على الأشرار والأخيار ويعطي المطر لكل الناس للصالحين والطالحين. بس العناية الخاصة اللي يعطيني فيها ربنا بأولاده فقط اللي يسمعوا كلامه ويعملوا مشيئته. بولس الرسول يقول نفعل الخير مع الجميع ولا سيما أهل الإيمان. يعني إذا واحد بده يعمل خير يعمل، بس يعمل للي بيشتركوا معه الجسد والدم والآخرين، إنه هذول يصلون. أنا إذا ابني جوعان ما يصير أطعمي أولاد الناس وأشبعهم وأخلي ابني جوعان. لما أولادي يشبعوا لا يمنع أنه أطعمي أولاد الجيران. هيك ربنا بده منا، لا سيما وبالأخص أهل الإيمان اللي يشترك معي بالجسد والدم واللي يصلي لي واللي يتمنى لي الخير والخلاص بدم يسوع المسيح. طبعا أساعده أكثر ما أساعد اللي ما له خبر مني. تتذكروا مثل السامري الصالح، قالوا من يا قريبي؟ بين انه القريب هو اللي يعمل معك عمل رحمه. نفعل الخير مع الجميع ولا سيما اهل الايمان. انا اعيد الجمله لحتى دائما نوقف عندها. اجى الكاهن عدى على هذا الجريح اللي ضربوه، اجى اللاوي عدى عليه، اجى السامري مو بس طببه اخذ من الاوتيل وعطى مصاري لاهل الاوتيل، قال مهما ينزل بس ارجع رح احاسبكم. نحن مو مطلوب منا العشور، مطلوب منا اكثر من عشور.
نحن مو بعهد الشريعة، نحن بعهد النعمة. بيع كل مالك واعطه للفقراء لكي تخلص. طبعا نحن ما نقول واحد يبيع كل ماله، بس طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أما بالنسبة لإنجيل اليوم، إنجيل لوقا الفصل 8، مثل الزارع اللي ربنا عطاه المثل وشرحه كمان. البذرة اللي نزلت على قارعة الطريق، واللي نزلت على الحجر، واللي نزلت بين الشوك، واللي نزلت بالأرض الطيبة، وشرحها ربنا. بس بنعمة ربنا راح نتأمل فيها شوي. البذرة هي طيبة، هي كلام ربنا، بس على أي نوع من القلوب تنزل؟ على قارعة الطريق اللي يجي الشيطان يشيل هالكلمة ويروح فيها يكون ما استفاد الواحد، أو على القلب الحجرة، القلب المتحجرة اللي ما لها أصل، تنبت شوي وتنشف، أو تنزل بقلب فيه هموم الحياة وفيه مشاغل الحياة وحب الأنا وحب الأرضيات، ويلحق الواحد نزواته، ويلحق مرابحه، يلحق تجارته، وينسى هالكلمة اللي انزرعت في قلبه. طبعا هالأمور كلها راح تخنق هالكلمة، ما راح تعطي نتيجة. أما إذا كلمة ربنا هالبذرة نزلت في قلب طيب، قلب محب، راح تعطي أكيد ثمار مئات الأضعاف. نطلب من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يجي ينقي قلوبنا لحتى يقدر يسكن في هالقلب الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل وجود، لا إله هو الوجود، لا الحق إله الحق، مولود بالحق، مستوى الآب الجوهر، الذي كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن بين الأعضاء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد الصليب لأنه مات وقبر الله في اليوم الثالث كما مكتوب وصعد من السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليمين الأحياء والأموات الذي لا فناء به وبالروح القدس الرب المبين المبين من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يوجد له المجد أمانة الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة بمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة. آمين. Düşman
մարդության քեզ երկիր բակաները, բասնձի ամենասուրբ երորդությանը, բայրեպար իշխատյուն է բադին, այժմ եմիշ ավիդյանը սատներից ամեն, օրնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, օրնյալ Դեր Աստված, օրն է ձեզ ամենեսյալ,
Zmane amenekyan, ayse
Քրիստոսի Ջաշակեցուկ սրբությամբ, որի ջալերնից մաշկի միջիներով, Սայգյան, հարություն, կավություն և գողություն մեղած, Սամոս, ասացեք դիանազոներով, Սամոս, ասացեք երկնավոր կակավորիստներով անմահի, Որնեստի գարես, Կերոպեագար, Ամոթաթազեն, յանայդոմերոտ դեկտանի սասուտյան, դեկտով կերով, Սիսմավայել է Սամոս է որնուզում, ալելուկ և երկող եվոր, Պաշտոնյան, անթեր ծերկով Սամոս ասացեք, և զդեր գիսորնեցեք։ ասացեք մեղած, Մեղած Հավանամի հաշսուր ասպայ դշմարին, Ամեն։ Հավանամ որդին սուր ասպայ դշմարին, Ամեն։ Հավանամ որդին սուր ասպայ դշմարին, Ոսիվարին գավազանցայ դշմարին մամին և ալուգյաններ Հիսուսի Քրիստոսի, որ պարնա ես մեղս աշխարին,
Գեցունտեր ժողովուրդսկու եւ օրինա ճանապարհությունսկու հոբիա եւ բարձրացած սոցիալիզմի միջի մատուրա։ Oh
ականջ կորեսելս ձայն ավոտից իմոն, Ալելույա, օրդի, աղթյուն, ամենեսուն, Երգոթող գույքում, երկվածությամբ դվարում, Սրբող ավետարանից Իսուսի Քրիստոսի որս, հովանում, Արգեդերաս մազներ բրոսում է, ասյալ դվար, الحق أقول لكم إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض إن لم تمت فإنها تبقى وحدها وإن ماتت أتت بثمر كثير من أحب نفسه فإنه يهلكها ومن أبغض نفسه في هذا العالم فإنه يحفظها للحياة الأبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي إن كان أحد يخدمني ويكرمها في حقه Եվ սխալության զրահաչեցված համսան ու գիծահաչեց պրգիչ մեր Քրիստոս, Սիսարտարտասը տասեսը և զմետ կեպտուսեշների որության ամենագալ դրասած մեր գեցու և որմյա, Քրիստոս որտի ազորը խգարի բարեկույթ, կտակ որակական սիրով իվոտի հաղթության, ջանետ, արշինակ, խաչու, ախնով, իչի հավոր մեծի կարստյան արկայության կով, առանջանի որմության կամության իվտողության նեղած, Տասավորյալ բայզարացոն սուրբ, սկվաչակոմյան տասուն, զիպի ես դեր և արարիչ ամենեսուն, սադավոր գետկանյան ծիներով, և կեզ վայլեպած իշխանքունի բադի, այժմ և շիրավյան ասալներից։ الراغبة بحسب محبتك لخليقتك
اذكر هذه النفس اليوم في ملكوتك العظيم، أهلها لرحمتك وغفرانك ومحو خطاياها، اجعلها تشع نورا مع قديسيك من عن يمينك، إنك أنت هو الرب خالف جميع الكائنات والأيام الأحياء والأموات، وبك إليك المجد والسلطان والعزة الآن وكل أوان وإلى دهر الآمين آمين. أعطها يا رب الراحة الدائمة ونورك الأبدي فليضربها تستريح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام